أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم، احنا إن شاء الله نتكلم اليوم عن التقوى وعلاقتها برفع المعاناة التي نعيشها، إن كان تعطيل، إن كان تيسير أمور، تسهيل أمور، زيادة رزق، فرج، تمكين، علم من عند الله. أعرف ما الذي يدور حولي، مع مين الحق، أين الحق وأين الباطل، من هم الحق، أين الحق، مين بده يقول لي. كل واحد بيقول إنه حق، كل الناس بتقول إنها هي على حق، وحتى المسلمين بين أنفسهم بالفصائل، أنا على الحق وهذاك على الحق وذاك على الحق، كلها على الحق. هل يعني في هناك من يتبع الباطل عمدا مثلا؟ طب أنا كيف بدي أعرف؟ ما هنا هاي الآية بتقول لك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يجعل لكم فرقانا، يعني يفرق بين الحق والباطل، بصير أعرف. طب أنا بدي أصل للتقوى، مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني بدنا نصل للتقوى. كيف لعلنا نتقي؟ كيف؟ ما هو العمل الذي نعمله يكون أجره عند الله التقوى؟ بدنا نتكلم عن هذا الموضوع. ليش؟ لأنه يترتب عليه أمور عظيمة. هذا الأمر يترتب عليه تمكين، يترتب عليه رزق، يترتب عليه استجابة الدعاء، يترتب عليه فتح. واتقوا الله ويعلمكم الله. شفت مين اللي بده يعلمنا؟ الله. ما أنت بتفكر إنه فلان هو الحق وفلان هو الحق وهكذا، أنت مش عارف مين الحق، أين الحق وأين الباطل. لكن أنت تتقي الله، الله اللي بده يعلمك، الله الذي سيأخذك إلى الوجهة الصحيحة. كما قال الرسول عليه السلام. خلينا في موضوعنا، بديش أتشعب صراحة، كنت أقول شيء ولا أريد أن أتشعب الآن. لا أريد أن نتشعب، بس شوي إن شاء الله. إنما يتقبل الله من المتقين. يعني كل هاي أعمالنا الله لا يتقبلها، فقط يتقبل من المتقين. طيب كيف بدي أصل للتقوى عشان الله يتقبل؟ لأنه في هناك أسئلة، في أسئلة ما علاقة التقوى في الرزق والخيرات والبركات والتمكين والقوة والسعادة والرضا، وأن يعني بدنا نتكلم. لكن هناك في بعض التعليقات بدي أجاوب عليها. في هناك ناس خلاص بيمسكوا كلمة وبيجوا لك وكان يعني معاهم شيء. سبحان الله. هنا مثلا معنا كلمة، احذروا من كلمة مطر. نعم، يعني احنا بنقول امطرنا بفضل الله بالمطر، المطر الاستغفار. وانا بقول لك احذروا من كلمة مطر. معلومة خطيرة جدا، وانا اول مرة اركز فيها عن كلمة مطر. الحقيقة التي نحن غافلون عنها، يظن كثير من الناس ان كلمة مطر يقصد بها الماء النازل من السماء فتسقى به الارض لتنبت النبات. والحقيقة ان كلمة مطر لم تستعمل في القرآن الكريم الا بمعنى العذاب والأذى. طيب خلينا نوقف هنا عشان نختصر الكلام، نجيب احنا الدليل وننتقل ان شاء الله. في عدة أدلة، بدي اختصر الموضوع عشان هذا المغرد سيبقى يغرد حتى نفهمه ان شاء الله. نسمع ان شاء الله. ناصر يقول انتشر يعني في وسائل التواصل الاجتماعي من ينبه إلى أن لفظة المطر إنما هي في العذاب. يقول واستقرأ ذلك من خلال نصوص القرآن. أما الغيث فهذا يقول في الخير. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. للأسف الشديد بعض الناس قد يأتي إلى مفردات معينة وينزل عليه الإحكام وليس عنده الاستقراء الكامل أو الناقص أيضا. يعني الاستقراء على نوعين، في استقراء تام وفي استقراء ناقص. بعض الناس حتى الاستقراء الناقص ليس عنده، ولذلك السنة يا أخي الفاضل هي الوحي الثاني. فالله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالمطر عن المطر الغيث الخير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا نزل المطر قال يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، ما يقول أغثنا، قال مطرنا بفضل الله ورحمته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا، نوء الكوكب بنوء كذا، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث في الصحيحين لما استغاث طلب الغيث قال الراوي فمطرنا سبتا، قال مطرنا سبتا، ما قال أغثنا سبتا، مطرنا سبتا يعني أسبوعا كاملا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيه، هو اجتهاد من بعض الناس، وحقيقة ما ينبغي للإنسان الذي استقرأ شيء معين واستقراءه يعني فيه خلل أن ينشر هذا، يعرضه على العلماء، يعرض هذا على العلماء. كثير الآن من وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أشياء يعني حقيقة غاية في الغرابة. ينبغي لكل من عنده اجتهاد أن يعرض هذا على العلماء. هناك حقيقة من الناس من أصبح أضحوك عند الناس، يعني ربما وقف على مسألة وظن أن هذه المسألة يعني خلاص فيها الحكم الجازم، لكن مع مرور الوقت يتبين بأنه هو حقيقة ما استقرأ ولا اجتهد الاجتهاد الشرعي العلمي الصحيح الذي ممكن أن يصل فيه إلى نتيجة. على العموم يا أخي الفاضل، هذه المسألة الذي قالوا أخطأوا في هذا خطأ كبيرا. ومفردات القرآن هي طبعا القرآن بلسان عربي مبين، وعندنا اللغة العربية يعني فيها من المرادفات وفيها من البيان والبلاغة الشيء المعلوم، وهذا ليس حقيقة مجال التفصيل في هذا. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نريد تعليقا من شيخنا على هذه الرسالة التي انتشرت بين الناس في مواقع التواصل، وخلاصتها يقول احذروا من كلمة المطر، فالمطر لم يذكر في القرآن إلا ومعه العذاب، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله، وبعد، هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، فإن السنة قد وردت باستعمال لفظة المطر في الغيث والرحمة، والقاعدة التي ينبغي أن يرجع إليها في ذلك تقول إن اللفظة يختلف معناها باختلاف سياقها، فإذا وردت لفظة المطر في سياق القوم المعذبين فهذا المطر مطر عذاب، قول الله كما حكى الله عز وجل أنه أمطر قوما مطر سوء، لأن هذا المطر أو هذه اللفظة وردت في سياق قوم معذبين، ففهمنا أنه مطر سوء ومطر عذاب ومطر لعنة وعقوبة بدلالة السياق. ولا ينبغي أن نستنبط من ذلك قاعدة عامة بأن كل لفظة مطر فيراد بها العذاب، لا، وإنما نرجع إلى تحديد معنى اللفظة المشتركة إلى النظر فيما قبلها وما بعدها من السياق. ولذلك ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المطر إلا قال اللهم صيبا نافعا. فالمطر في هذا السياق لا يفهم منه أنه عذاب، وإنما يفهم منه أنه رحمة، فاختلف معنى اللفظتين في مطر العذاب ومطر الرحمة بالنظر إلى السياق. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مطر في يوم عيد، قال مطر في يوم عيد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قضية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد ليلة القدر، والحديث طويل،
وخلاصته قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيب. الخدري رضي الله تعالى عنه في قضية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد ليلة القدر، والحديث طويل، وخلاصته قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيحة 21. والشاهد منه قول أبي سعيد: فمطرت. وفي الصحيحين من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه. نعم، الحمد لله. هاي براهين بيناها إن شاء الله، لكن ستجد كل يوم في موضوع جديد، وعلينا أن نبين، ما فيش مشكلة، علينا أن نبين. يعني عندما يأتي فلان ويقول لك: من أين لك هذا؟ لم يثبت. وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 ركعة في التراويح؟ لم يثبت، صح؟ ما ثبت. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يستغفر 12,000 مرة كما فعل أبو هريرة؟ وقال أبو هريرة رضوان الله عليه: إني أستغفر الله على قدر عتقي من النار. فمن يعني سن 20 ركعة من التراويح؟ إنها عمر رضوان الله عليه. على كل حال هذا الموضوع لا ينتهي، لكن ممكن انك انت قبل ما تلقي في هذا السؤال وتأخذ من وقت الدرس، ممكن انك انت تسأل وتتفقد وتتحقق، مش بس معلومة تمسكها من هنا او من هناك. لا تمسك المعلومات وتأتي بها وكأنك صايد صيدي. نعم. أنا بدي أوصل لدرجة إني ما أعود أكون تايه في هذه الدنيا. نعم. في عمل غاب عن كثير من المسلمين، وتفسير هذا الحديث ما كان واضح. لا، ما كان واضح. اليوم انت قديش بدك تفسر في معاني الكلمات لا تشبه اذا انت عشت الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال اول اشي طبعا: بلغوا عني ولو آية. ماذا تفعل بنا هذه الآية؟ هذه الآية تفعل بنا انك تنتقل من يعني من النظري، من كلام نظري الى كلام عملي. نظري يعني اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. ممكن تكتب معاني كلمات، شو معنى بركة وشو معنى حسرة وشو معنى، لكن الحقيقة حقيقة ملموسة واقع. ماذا وجد؟ ما بعرفش. أنا بداية عندما أخذت الحديث هذا ما كنت أعرف شو بده يصير معي. مفهوم؟ كانت عندي كثير أسئلة مش عارف الأجواب، وكثير مشايخ سألتهم، ولكن جريت ومشيت. وكان عندنا يعني ما يعزينا، ما كان الذي يعزينا هو يعني السيد الاستغفار، وكأنه كان يعزينا، ولكن الحقيقة ما كان يفعل معنا شيء. ليش؟ لأن احنا كنا مصرين عشان ما حداش كمان مرة هنا يفوت. اسمع الدرس كله وخذ الخلاصة من سياق الدرس، بتفهم شو بقصد في كلمة معينة هنا أو هناك. إذا ما نفعنا سيد الاستغفار يعني ما جاب النتيجة. ليش ما جاب النتيجة؟ فهناك عدة عوامل. طيب أنا استرجع للحديث. هناك عدة عوامل ليش لا يستجيب الله، قصدي لا يتحقق الاستغفار بسيد الاستغفار. يعني الرسول عليه السلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذه بركة وتركها حسرة. ما معنى حسرة؟ ولا تستطيعها البطلة يعني هو كل شيء باطل. قد هم السحرة، هيك العلماء قالوا السحرة، ولكن لما بتمارس سورة البقرة بتعرف أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل، مش بخاطره، مش شطارة. يعني وكأنه في حواليك سور، الله عمل لك سور فلا يصل إليك الباطل.
هذا الباطل لا يصل إلى هنا. أنا بينت كيف نقرأ سورة البقرة. أقفال سورة البقرة الأربعة، ممكن تكتب محمد حجازي سورة البقرة وأقفالها الأربعة، القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع. هي مراحل، إذا بدكش تسميها أقفال سميها مراحل. يعني مراحل سورة البقرة الأربعة. طبعا المرحلة الأولى بتطرد الشيطان من البيت، المرحلة الثانية تبطل كل أسحارك أنت بنفسك، تبطلها، وهنا تشلح سقطاتك. والمرحلة الثالثة هي تنتهي من هذه السقطات لتنتقل إلى حب الطاعات. بصير عندك حب طاعات. نعم. والمرحلة الرابعة هي العلم والتقوى. هاي اللي نوصلنا، العلم والتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم والتقوى. يعني هنا هذا من التجربة، طبعا من التجربة، ولكن إذا أنت بدك تعيش الحديث، يعني اعذروني شوي، بس شوي. معاني كلمات ما بتنفعناش بكل إشي. نعم، المعاني ما بدنا نبسط الكلام أكثر من هيك، يعني ما بدنا نبسط نصير نجيب إحنا كلام عن واقعنا في الحياة الدنيا. يعني ما بينفع إني أقول لك حط، بديش أبسط أكثر من هيك. يعني إذا كتبت لك القهوة مرة فيها ملوحة، ما بينفعش إنك مرة فيها ملوحة ما بتركبش على راسك، بدك تذوق. مفهوم؟ هذا الشراب جديد فيه هيك عسل على بطيخ على سمي ما تشاء مثلا. شو هذا المشروب هذا؟ وبقول لك جميل ولذيذ وبارد وهكذا. بتضل من الفكرة مخربطة عندك حتى تتذوق، صح؟ وهكذا هي سورة البقرة حتى تأخذها وتبدأ تطبقها. والتطبيق هنا لربما في عنا، طبعا احنا عندنا اليوم ما شاء الله تبارك الله آلاف، عشرات الآلاف من القصص، فبس عشان احنا بنتكلم مع الناس الجديدة والناس اللي بدها هيك كمان أين الدليل؟ احنا بنقول لك هذا من واقع التجربة. عندما انت تأخذ أمر وتعيشه، تأخذ أمر وتعيشه، عشان تعيش الحقيقة والملموسة. يعني مثلا واحد عنده كل حياته عايش على أجلكم الله مثلا على الدواب، بتنقل على الدواب، وشاف سيارة بده يركب السيارة وقال سرعة السيارة قد سرعة ما أجلكم الله الحصان مثلا على 50 مرة مثلا، وما بيعرف شو معنى هذا الكلام، غير انه يركب السيارة وتطير السيارة، يعني تسرع كل السرعة هاي 200 220 مثلا. بدي أبين لك إنك أنت في تخيلات، لكن إنك تصل للحقيقة بدك تمارس الأمر حتى تصل للحقيقة. فالحقيقة لا تشبه المقاربة، يعني مش نفس الطعم، مش نفس الشيء، لا. ما استحضرتش إشي أجيب لك إياته بالواقع. يعني إنك أنت كيف إنك أنت ممكن، يعني العلماء عندما يفسروا أمر معين بفسروا مثلا لغويا. يعني ابن تيمية فسر عمليا. ابن تيمية عندما تكلم عن الاستغفار تكلم عمليا، قال إذا أشكلت عليه مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح الله عليه، حتى وصل به أن يقول إن الاستغفار يعني خير الدعاء هو الاستغفار، أو كما هو قال، يعني بالمعنى هذا. ليش؟ هل قال الله جل في علاه خير الدعاء هو الاستغفار؟ ولا استنبط من إنه عندما كانت تغلق عليه ابن تيمية مسألة كان يدعو الله فلا يستجيب الله فلا تفتح، لكن عندما استغفر الله فتحت. فماذا وجد؟ إنه إذا استغفر الله ستفتح، فهو الأولى إني أنا أستغفر. يعني أنا إذا عندي مشكلة معطلة أستغفر ولا أدعو؟ الأولى إنك تستغفر. أنا بقول لك الأولى إنك تستغفر، لربما إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فإذا بدنا نبدأ نستنبط. ليش أنا بستنبط؟
أنا مش أنا أبو أحمد، يعني أنا الذي عشت سورة البقرة وعشت الاستغفار، أو هكذا عشت الآية حتى أبلغها. انتقلت من علم اليقين إن هذا كتاب الله، كلام الله جل في علاه، وكلام العلماء كله صحيح ما فيه أي شيء، لكن كيف أنا الذوق، الطعم شو الطعم، شو الملمس، ما النتيجة، هي النتيجة اللي أنا بدي إياها. شو بصير معي إذا أخذت سورة البقرة محمل الجد مثلا وأكثرت وأبحرت فيها، والاستغفار وأبحرت فيه، شو بده يصير معي أنا؟ هذا اللي أنا بدي أصله. ما فصلوا لنا إنه إذا أخذتها هكذا اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وترك حصر ولا تستطيع البطلة، البركة في الرزق، البركة في العمر، البركة في كذا، الحسرة، أنا عارف سمي ما تشاء. لكن الذي عاش الشيء، الذي عاش الشيء عنده طعم آخر، عنده وصف آخر، عنده وصف دقيق لكل الأحداث، لكل مجريات هذه الأمور. يعني عنده خارطة الطريق. الذي يعيش سورة البقرة كما بينا يعيش. احنا ليش احنا بنلف ومندور؟ احنا بنلف ومندور عشان احنا نصل لمعاني الأحاديث لما انت بتعيشها. انا لما اخذت سورة البقرة على اساس انها بركة فكرت الساعة ساعتين بتصير، يعني وكأنه اليوم طويل وجميل، او فلوسي ما بتتبخرش بساعة، بركة فيهن. وهذا مبلغه من العلم، هذا اللي عرفته، هذا اللي كنت افكره، ما في عندي تفسير اخر. شو بده يصير؟ ماني بعدني مش قارئ سورة البقرة، بدي بعرف ايش. لكن عندما بدأت اقرأ سورة البقرة بدنا نصل لسه للتقوى، والله فتح علي اني اكثر هيك. انا جالس حبيتها بدأت اقرأ فيها. بنفعش احنا بكل درس بدنا نجيب 1000 دليل. مرضى النفوس بيطلبوا كثير أدلة. سورة البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، أطلقها رسول الله ما قيدها، فبين الدليل إنه أنت بتقدر تقرأ قديش بدك، حر. والاستغفار من لزم الاستغفار فهو كذلك مطلق. نعم. والرسول عليه السلام إذا كان يستغفر 70 مرة فسيدنا، وكان يصلي 11 ركعة في قيام في التراويح، فسيدنا عمر صلى 21 ركعة مع الوتر في التراويح. وسيدنا أبو هريرة استغفر أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا بالعدد كان يقول 12,000 على قدر عتقي. فالصحابة يعني احنا بناخذ الجيل الأول، الصحابة ما كانوا يجيبوا من جيابهم شيء، لا يمكن إلا وقد سألوا رسول الله عنهم، كما فعل أبي بن كعب. قال رسول الله إني أكثر صلاة عليك أجعل ربع صلاتي لك، ثم إذا يعني لآخر الحديث أجعل كل صلاتي لك. قال إذا تكفر همك ويغفر ذنبك. فأكيد أبو هريرة قال يا رسول الله إني أستغفر الله 12,000 مرة في اليوم. قال إذا تعتق من النار والله أعلى وأعلم. وصار يرددها أبو هريرة، لأنه ما بينفع يقول أبو هريرة يقول هذا الكلام من جيبته، ما بينزلش عليه وحي. فهو هذا لو قال إني أنا الله شفاني من أمراض والله رزقني وفتح أرزاق علي وشفت البركة، هذا جميل إحنا بنشوفه بعينينا. أما أعتق من النار هاي فيه لها جهنم وفيه لها غيب وفيها أشياء غيبية، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن أبو هريرة من أكثر رواة الحديث أن يتلسن بهذا الكلام. لكن ما ثبت عن رسول الله انك استغفر 12,000 مرة. هذا بدي اوصل لك اياته. انت كل شيء بتقول لي ثبت ولم يثبت، ثبت ولم يثبت، وانا بقول لك اياته لم يثبت. ولم يثبت عن رسول الله انه يعني صلى باب امام الكعبة او على باب الكعبة ختم القرآن في ركعة واحدة في الوتر كما فعل عثمان. والاذان الثاني في يوم الجمعة، الاذان الثاني في يوم الجمعة هو من ترتيب يمكن سيدنا عثمان، ما كان زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل. وحتى انه يقال كانت يعني الصلاة حتى الفترة الأموية أظن في الكعبة، حول الكعبة كان من ناحية الحجر ووجوههم إلى بيت المقدس، يعني التشبيه هاي الكعبة والبيت المقدس بالناحية المقابلة، وأنا من هنا. فهمت كيف؟ هكذا كانوا يصلوا على ناحية واحدة. حتى كثر سواد المسلمين، كثروا المسلمين جدا جدا، صاروا كثار، بطلت يعني تستوعبهن هذه يعني الناحية اللي هي قبل البيت المقدس. يعني الكعبة خلينا نشبه والعياذ بالله، هاي مثلا الكعبة
احنا من هون من الخلف الكعبة، بيت المقدس إلا المكان الأبعد، فهم كانوا يأخذوا هذا المكان يصلوا. حتى فترة اللي أظن الأموية غيروا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا فتحوا أنه ليس البر أن تولي وجهك فقط لهذه الناحية، فكل الكعبة كلها يعني كلها من حوالي الكعبة. فهذا ثبت ولم يثبت، عشان احنا نبين أمور كثيرة. في ناس بتحب الثبت ولم يثبت، لكن في أمور أنت بتلمسها بحياتك، أنت بتلمسها بحياتك. الصيام مثلا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لربما هذا الصيام هو الصيام الذي يعني اثنين وخميس والأيام البيض ورمضان، وهذا الشخص مشغل حاله في الصيام، لربما يصوم يوم يفطر يوم. نعم هذا يولد نوع من مخافة الله. الصائم بظلوا عنده هيك، لأنه أول شيء حابس شيطانه، إن الشيطان لا يجري في ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه بالصيام، ضيقوا عليه بالصيام. احنا مشكلتنا مع الشيطان هذا. فأنت لما بتصوم تضيق على الشيطان ما بيعود يوسوس كما يوسوس. خلينا نرجع، احنا هي أداة. لكن سورة البقرة أول ما بدأت أنا أقرأ سورة البقرة وأكثرت، وصلت إلى 4 مرات يوميا، بدأت أشعر هذا الشعور الذي ما كان فيه له جواب أبدا في حياتي. سألت وعاقبت وبكيت حتى أخلص من ذنوب بيني وبين الله، وما خليت طريق. وكنت يعني كان عزائي سيد الاستغفار، أو أقوم الليل، أو أقرأ لي صفحتين من كتاب الله، أو أصوم اثنين وخميس، عسى الله أن يكفر عني. وبقيت في فكري وفي ظني التجارة شطارة، والحياة شنص، والرزق نعم على الله، وكله كلام. يعني احنا بنقوله كلام مش كلام، هذا حقيقة انه الرزق على الله، لكن هذا كلياته مش عارفين نعيشه. ما عارفين نعيش. كيف انت قرابتي، الناس اللي بتقرب لي تشتري من عند غيري، طب انا لمين فاتح المحل؟ ما انا مفكر اني فاتح لقرابتي ورزقي عند قرابتي. طب انا كيف بدي اتقي الله اذا انا رزقي فكروا على قرابتي؟ والله بيقول لك ورزقكم في السماء وما توعدون وانه لحق مثل ما انكم تنطقون. كيف بدي اعيشها هاي؟ وكيف بدي اعيش ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوم نطفه، ثم مثل ذلك علقه، ثم مثل ذلك مضغه، ثم ياتي ملك فيكتب 4 كلمات، ينفخ فيه الروح فيكتب 4 كلمات: رزقه واجله شقي ام سعيد. اياته رزقه في بطن امه. طيب مين اللي طيب كيف بدي انا اعيشها هاي الحقيقه؟ هاي اللي بدي انا اصلها. ما انا اذا عشت هاي الحقيقه ساصل الى الحال الذي انا اكون تقي، ما إليش علاقه في جاري انه بيشتري من عندي بيشتريش من عندي، عنده عقارات ما عندوش عقارات، ما فيش حسد. بالعربي بالمختصر المفيد ما في حسد، ما في يعني مطاحرة على هذه الدنيا. ما أنا رزقي مش رايح أجيب غيره، خلص هذا رزقي والله. لو ركضت ركض الوحوش مش رايح أجيب غير اللي كتبه الله. فأنا عندما والفضل كل لله طبعا، عندما بدأت أقرأ سورة البقرة وأكثر، بدأت أشياء كثيرة ما كان إلها جواب في الماضي البعيد الذي هو عمره سنين طويلة، سنين طويلة، لربما أكثر من 25 سنة ما لقيت له حل، ما لقيت له جواب. سألت عنه، سألت مشايخ، حاولت، صمت 2 وخميس، حجيت، اعتمرت، تصدقت، عملت كل الأعمال، عسى الله إنه يغير ما غير. لكن سبحان الله ما إن بدأت في سورة البقرة 4 مرات أقرأها يوميا. طبعا في شهادات عندنا إخوي، وأنا يعني عندنا أختنا أم رفيدة مثلا، هي مشرفة العامة عندنا في الجروبات، هي ما شاء الله عليها معها من 2006 سورة البقرة مرة واحدة، لكن عندما أخذت 4 مرات نزلت شهادتها ماذا وجدت. والإخوة الذين وجدوا يعني قرأوا سورة البقرة 4 مرات يعني ربما 2 3 هكذا، مش 100 سنة، وخلص مرة واحدة 4 مرات، وبتتدرج بتنزل، وبعدين بتصير معك مرة واحدة سورة البقرة عشان أبين.
بدأت أشلح كل طبعا بالتدريج، احنا بينا بالتدريج، بدأت أشلح كل سقطاتي. ما هي السقطات هي اللي مانع التقوى. ما كيف بدك تتقي الله وانت ما انت مغموس في شهوة، مغموس بالتدخين، مغموس في الميسر، مغموس في القروض الربوية وعينيك مغمضة، مش شايف انه القرض الربوي هو الذي يحاربك الله عليه، مش شايف ان الله كمان ما بدوش اياك تدخن. لا تستهين بأي شيء يا أخي الكريم. نعم، الله بده اياك نقي تقي كما خلقك على الفطرة السليمة. كيف أنا؟ طب أنا بدأت ما كان عندي جواب، ومحاولات فاشلة كانت إني أخلص من هذه الأمور، ونبكي دم على هذا الأمر، إنك تشلح السقطات التي فيك. ما إن بدأت أقرأ سورة البقرة وإذا هي تتناثر عني هذه السقطات وتنتهي، وكل الخزعبلات التي هنا، ثم ترتب أولوياتي. كان هم الدنيا وكيف التجارة والمال والأرزاق، إلى أن مش أنا ما عملت شيء يا جماعة، أنا ما عملت شيء، أنا فقط قرأت سورة البقرة. فأنا عندما قرأت سورة البقرة بدأت الأمور تترتب، يرتبها الله جل في علاه. بدأت تترتب الأولويات، الربط على القلب، نعم الربط على القلب، السكينة، الفهم، الحكمة، شوي شوي، مش وحدي، مش قريت صلي شهر بقرأ. فينا بيجونا يصلي 30 يوم بقرأ بستغفر 30,000 وما حصل شيء. بقى أنا قلت لك 6 أشهر، للأشياء تدريجية، يبدأ الربط على القلب والأمور هكذا. وهكذا مع سورة البقرة تبدأ الأمور شوي 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 شوي، وأنت ستستشعر أمور كثيرة تحصل معك، ستستشعر. لكن عشان تصل إلى التقوى، أنا قلت لربما بدك تقريبا 600 700 800 ألف مرة من قراءة سورة البقرة. أنا كنت سامع درس قديما إنه فلان لفلان قرأ 1000 مرة فأصبح مستجاب الدعاء، عشان هيك كانت ال4 مرات أنا مركز عليها بكثر فيها، مش لأنه أي شيء آخر، وهي صدفة. فبدأت أشلح الأمور وبدأت أفهم مفهوم الرزق. بطل يهمني اللي بجيبة غيري، بطل يهمني أي شيء. بدأت أفهم يعني رزقي عند الله. أكيد نعم، الآن بدأت أفهم رزقي عند الله. كنت أقولها اليوم بدأت أعيشها. لما بدأت في سورة البقرة كما بينت بدأت أعيشها. مين اللي بيعيشها؟ الله بيعيشك إياها. بدأت السكينة تنزل عليك. كله عطاء، كله هذا كله عطاء في الشطارة. يعني التقوى أنت ما بتساوي شيء، تناثرت عنك حبك لانبطاحك تحت الشهوة، حبك سمي ما تشاء، الميسر، التدخين، الأعراس، الغناء، الإباحيات، حب الظهور، كله بدأ يتناثر عنك هيك، يعني يشلحك. نعم، هو شلح للسقطات. فهذا بدأ يأخذك إلى إيش؟ ما هو التقوى، واتقوا الله. فأنا أخذت على نفسي أني أقرأ سورة البقرة، والفضل كله من الله، والله الذي أغلق علي باب البركة، عشان أنا جئت باحثا عن هذه البركة ولا بعرف شو معنى حتى بركة. ظننت أنه قلنا الساعة ساعتين والدولار دولارين قيمته، يعني إذا وكأنك معك الدولار وكأنك تشتري بقيمة دولارين، ويومك طويل ومبارك فيه، وهكذا. مش هيك خلص النهار وخلص اليوم وخلص الشهر وهكذا وانت مش عامل شيء. فبدأت الأمور تتغير معي. مفهوم الرزق بدأ، مفهوم حسن التوكل على الله. مش شاطر أنا يا جماعة، هذا فعل سورة البقرة، إنك أنت تتوكل على الله وكأنك صابر، صبرك الله يعطيك كل شيء. نعم، يعطيك الإشارات، يأخذك، يرتب لك أمورك. أنا بدي كذا، لا خلص بتصير شلحناها هاي لكذا اللي كنت بدي إياها. أي شيء كنت بدك إياه خلص انتهى. انتقلت أنت من همك في هذه الدنيا إلى همك في الآخرة. انتقلت، ترتبت أمورك، بدأت تكون تقي، تستطيع ترك الشهوات والإباحيات والأمراض والربا والغناء. خلص صرت تقرف منها هاي الأمور. وهنا بدأت في التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
فسيئت عندك ستعرف بين الحق من الباطل، حتى التيار الذي تنتمي إليه سيرتب الله لك أولوياتك، لأنه هذا التيه هو من باب العقاب لبعدنا عن الله، ولأنك تركت سورة البقرة فهذه هي الحسرة المطلقة. نعم، تركها حسرة مطلقة في كل منحى الحياة. عشان هيك انت تركت سورة البقرة، ما أخذتها، ما حملتها محمل الجد، ستظن انك دائما انت الشاطر وانت الذكي وانت لا والله، مع سورة البقرة سترى انك يعني لربما بعد، كما بينت انا طبعا، لانه هذا اللي عشته وهذا اللي وجدته، ما بقدر انا اتكلم عن تجربة غيري، مع انه ناس من حفظة كتاب الله ومن الذين عاشوا مع سورة البقرة سنين عندما اخذوها 4 مرات وجدوا، وهي مدة قلت لك تقريبا 2-3 هكذا، وبنتي الموضوع معك خلص مرة واحدة، بتشلحك السقطات وهذا القلب خلاص يبدأ ينبض بالتقوى، يلبسك الله ثوب التقوى فيها، انت بتصير انت انسان اخر، انسان محب لهذا المسلمين، تحب المسلمين، تحب الخير المسلمين، ما في حسد، ما في بغض، ما بتبغض، حتى لو تخاصمت لا تبغض، وانت فاهم الصورة انه كل هذا الذي يحدث الناس مش عارفة حالها هي حق ام باطل. وانا بقول لك كل واحد ضايع مع سورة البقرة اذا عاشها كما بينتها ولا يستعجل، سيأخذه الله الى الفطرة السليمة، الى الوجهة الصحيحة التي خلقه لاجلها، كل يسر لما خلق لها، ستجد نفسك في مكان الذي انت سبحان الله تجيد تتقن فيه يعني الدرجة القصوى من الاتقان. انا كنت دهان اصبحت مهندس، ما كنتش اضبط بالدهان صرت اشطر مهندس، وهكذا ما كنتش اعرف احكي كلمتين في الدين واصبحت اليوم انا مقنع بفضل الله، والفضل كله لله. ما ان اتكلم عن موضوع سورة البقرة والاستغفار واذا فلان يأخذ سورة البقرة محمل الجد، لكن لا تستعجلوا، انت فايت على مراحل، فايت على مراحل، والتثبيت هو من الله، والذنوب هي سبب الطامة الكبرى. عشان هيك أنا قلت لك إلزم الاستغفار أولا حتى تقطف ثمار الاستغفار، يكون عندك آية تبلغها عن رسول الله، حقيقة الآية مش نسخ ولصق، يعطيني خارطة الطريق كيف عشت ما واجهت كل هذه الصعوبات التي واجهتك، وتقول لي نعم أنا واجهتني هذه الصعوبات حتى إني تخطيتها لربما بعد 2-4 أشهر، والأمور انفتحت وتيسرت أموري بعد 6 أشهر 4 أشهر 3 أشهر. نتفاوت يا جماعة، نحن نتفاوت، بس الله لا ما بيمنع عنك 6 أشهر، الله بيبدأ يعطيك ربط على القلب، أمور تتغير، حياتك تتيسر. فهذه هي التقوى التي نبحث عنها عشان إحنا يمكن لنا في الأرض، عشان إحنا إنما يتقبل الله من المتقين. إنسان حاقد حاسد كاره باغض لأخوه المسلم وبس أنا وعايش لنفسه، كيف ممكن هاي أمي تنهض؟ ولازم تعرف إنه كل الذين يتناحروا يظنوا أنهم هم الحق، لكن مع سورة البقرة بإذن الله تعالى ستعرف من أين الحق، أين الحق. والحقيقة أنه كل الناس ضيعة، كل الناس ضيعة، حتى المسلم الذي يظن أنه على خير لو عرضته على أحاديث رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. وإن عرضته على حديث المفلس أفلس، وإن عرضته إذا خل في محارم الله انتهكها فجعل الله أعماله هباء منثورا طبقها. وإن عرضته على الآية الكريمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني هنا الشكر أن ترد فضل الله عليك لله، فهنا أنت وقعت بالشرك أنك رديت فضل هذا العمل لنفسك. نعم يا عبدي يا عبدي لئن جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، ولكنك الطامة الكبرى إنك تشرك بالله بالليل والنهار، تنسب فضل أعمالك وأرزاقك وجيبتك وكل الإشي اللي عندك إلك، تنسبه إلى نفسك أو لواحد ساعدك، لكن لا ترد هذا الفضل لله، وهنا أنت مشرك فيحبط العمل. هذا العمل الذي قريت وصمت وحجيت كله يحبط العمل، لأنك بعدك عامل حالك إله، أنت الشاطر وأنت المتعلم وأنت الفهمان وزكيت نفسك وأعطيت حالك درجات، وواحد بقول لي أنا من أهل الجنة، ولك يا أخي أنت من أهل الجنة يعني أنت يعني ابتداء يعني
ما هو من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هي يعني فقط هيك كلمة مثلا نقولها إحنا، ولساننا شرك بالله بالليل والنهار، نرد فضل الله علينا لغير الله. نحن لسنا موعودين في الجنة ابتداء، لكن مآلنا إلى الجنة إذا متنا على التوحيد. والرسول عليه السلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. كيف أنا دا أصل لدرجة إني أطبق أوامر الله بكل أريحية، أترك الإباحيات وأترك التدخين وأترك الغيبة وأترك الأفراح وأترك النظر إلى مفاتن النساء وأروح على الأعراس عشان أتميز وهكذا، أو جمع المال أو الميسر أو أخذ قروض ربوية أو سيارات وأمور أشغل حالي في الدنيا. إنها سورة البقرة، لما بتأخذها وبتكثر منها، مش بتأخذها يعني وكأني أنا بقرأها. في ناس بتقول لك أنا بقرأها كل 3 مرات، كل 3 أيام مرة، ثم بيغيب أسبوع بيعود يقرأها مرة، وثم بوجود شهر بيعود بيقول لك أنا بقرأ سورة البقرة. اسأله كم مرة قرأ سورة البقرة بالسنة، كأنه بيطلع قريها بالسنة يمكن 50 مرة. طيب 365 يوم في بالسنة، أنت ما كررتها، أنت ما عشت الذي أنا أعيشه عشان تصل للي بقول لك عليه. واحد بوصل الثاني، احنا بنتعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، فإحنا الله بيعلمنا. واحد بأخذ عن الثاني. كيف كانت بالأول سيارة على بخار، صارت على بنزين، على كهرباء، بتبقى واحد بيعلم الثاني وهكذا. فالحكمة ضالة المؤمن. فأنت وجدت إنه الأمر هذا كذا يتغير، وسمعت قصص إن الناس التي أخذت سورة البقرة 4 مرات تغيرت أمور كثيرة فيها وكلامها تغير. فعليك أن تأخذ بهذا الكلام محمل الجد. وكل التعطيلات اللي بتصير معك هي من باب الإعداد. طولت أنا لنصل إلى هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يعني أنت ولي من أولياء الله، هذا هو التقوى. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض: الصلاة والصيام والحج والزكاة. لكن كمان ما أمرك الله عنه، كل الذي أمرك عنه ونهاك عنه هذا من الفرائض. فإذا أنت أجيت بالصلاة والصيام والحج والزكاة وتركت تلك، أنت سقطت، أنت لا يتحقق فيك هذا الأمر. إذا عندك غيبة، عندك ربا، عندك إباحيات، عندك عري، عندك تكشف، عندك قطيعة أرحام، عندك شرك خفي، هذا كلياته أنت ما اجتزت الامتحان، سقطت. لكنك تأتي بالنوافل وتظن أنك قد اجتزت بالفرائض. أنت أول شيء سقطت بالفرائض، وهذه هو الأمة سقطت بالفرائض. بالنوافل تأتي بالنوافل، نحفظ كتاب الله ونستغفر ونذكر الله ونصلي بالليل وقيام ليل وكل هذه الأمور. ولكن سبحان الله عندما نأتي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها. ولئن سألني لا يعطيني، نسأل الله فلا يعطينا. ولا استعاذني، نستعيذ بالله من شرور المجرمين فلا يعيذنا. ليش؟ ما انت سقطت بالفرائض، انت اتيت بالنوافل، انت عملت تحفظ كتاب الله جميل، لكنك سقطت. عندك قرض ربوي، وانت عندك غيبه ونميمه، وانت عندك قطيعة ارحام، وانت عندك تدخين، وانت عندك اباحيات، وانت سقطت بالهاي فرائض انك تتركها يا اخي. فهمت؟ طيب كيف بدي ادي هاي الفرائض؟ سورة البقرة. فهمت؟ من افعال سورة البقرة. مش صعب عليك تقرأ سورة البقرة، هي صعبة في البداية صحيح، لكن ستحارب شياطين وتخلص من كل الخزعبلات التي تدور في راسك، لأن سورة البقرة هي العقل المدبر. فهذا وفكرك وفهمك يا إما تدبره نفس أمارة بالسوء وشيطان يأمرك بالفحشاء، أو تدبره سورة البقرة. وإذا دبرتك بفضل الله سورة البقرة فهي التقوى بعينها. وهنا يتقبل الله عملك، وهنا تصبح تقي، تفرق بين الحق والباطل، وهنا لا يعطل لك الله أرزاق ولا يمنعك عن شيء، بل يفتح الله عليك فتوح ما شاء الله تبارك الله، وتنطبق عليك الآية:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة تنطبق عليك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس مش كمالة الآية، فتأتيك البركات من كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.